عليكم، مش محتاجه اتكلم، جايلكم ببيجامتي الساعه 1 الفجر، يبقى اكيد اندومي. هتاكلي 3 اندومي لوحدك يا ايمي؟ عادي جدا، انا مفجوعه واعملها، خليكم في حالكم. بليز 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 ساعدوني، انا واقعه في مشكله كبيره جدا. بصوا قصتي، بصوا عامله ازاي ستريت، هي 100% ستريت، يعني 90% ستريت. بفكر ان انا اعمل قصتي تبقى كيرلي بس بالستريتنر، يعني اخليها كده ويفي شويه. ما عجبتنيش فروحت غسلاها وجايه احاول اعمله كيرلي، ما بيرجعش. الكلام ده من الصبح وانا عملته مليون مره. شعري اتحرق؟ اكيد لا، اكيد لا. انا بجد مش عارفه اي طريقه ستايلينج، كرانشنج، فينجر رولينج، فينجر كويلينج بالبرش، مفيش حاجه خالص نافعه ومش عارفه اعمل ايه. الريسيبي بتاعت النهارده ما فيهاش اي افتكاسات، احنا هنعمل اندومي شعريه مقليه عادي جدا. في ناس كتير قوي منكم قالوا لي ان هو طعمه وحش قوي، بالذات الخلاجه. طعمه حلو قوي على فكره، بس انتوا مش عارفين ازاي تعملوه. هعلمكم الطريقه البيسك جدا ازاي نعمله. بعد ما النار تغلي هتحطوا الاندومي يتسلق 3/4 سلقه، تصفوا الميه وتسيبوا بق صغير جدا جدا جدا. هتحطوا الصوصات الجايه مع الكيس، اهم حاجه الصويا صوص. لو انتوا مش حابين تحطوا الزيت ده خلاص ما تحطوش. قلبوه شويه، ممكن تضيفوا صويا صوص من عندكم او صلصه لو حابين. دلوقتي هنحط التوابل. ما تعرفوا ان في ناس حرفيا مسميني ايمي اندومي؟ ما حد يبقى عامل فيديو عليا مش اي كومنتس بتقول ايه ده، هي مش دي ايمي بتاعه الاندومي؟ هي نوعا ما اهانه. بصي مش بتخربش. بتاكل ايه؟ سيبيها يا نور. بس كده، بسم الله. تقدروا تحطوا معاه ليمون، هيبقى خطير. السلام عليكم.